اول حاجه بعملها لما ببقى متوتر او لا، اول حاجه ساعدتني ان انا اتخلص من اول حاجه ساعدتني ان انا عايز اتاكد بس ان ده انتي دبانه رزله. في معلومة غريبة جدا عن القلق هتعرفها في الآخر. أنا برضو استغرب بما إن أنا واحد بتوتر بسرعة، تقريبا أقل حاجة بتعرض ليها تخليني متوتر وقلقان ومعرفش أفكر وأنفذ تفضل رجليا تتهز ومش عارف أعمل أي حاجة في حياتي بسبب حاجة بسيطة جدا، وساعات ممكن بسبب ومن غير سبب. فأنا كان لازم أجرب أي حاجة وكل حاجة أنت ممكن تتخيلها علشان أقدر أتخلص من التوتر ده. كان لازم أشوف حاجة تخليني أعمل ريستارت، أشوف إيه الحاجات اللي فعلا هتنفع معايا وإيه الحاجات اللي هتبقى فعالة إن أنا أنفذها وتخليني أتخلص من التوتر ده. أقدر أنفذ حاجات كتير في حياتي وأقدر اخد خطوات كتير انا ما كنتش بعرف اخدها قبل كده. واصلا هي دي فكره القناه، ان انا اشوف كل الحاجات اللي ممكن تخلينا توقفنا عن تطوير نفسنا، سواء كانت نفسيه او معنويه او اي سبب ممكن يخلينا توقف عن تطوير حياتنا او يخلي نفسيتنا اوحش. فانا جربته علشان اقدر ادي لك الخلاصه من الاخر. دي فكره القناه عامه. 5 حاجات بعملهم لما ببقى متوتر او قلقان بيخلوني اهدى شويه واقدر انفذ اي حاجه انا كان نفسي اعملها. اول حاجه نفعتني ان انا اقلل التوتر ده شويه، ان انا بمسك كشكول او اي حاجه وبكتب فيه انا حاسس بايه وبقسمها لجزئين. ببدا الجمله دايما بكلمه انا، لازم ابداها بكلمه انا حاسس بواحد اتنين تلاته، انا متضايق، انا مخنوق، انا قرفان، انا مش طايق حد، انا مش عارف اتعامل مع حد، انا زهقان، ايا يكن بقى اي حاجه انا قرفان منها او انا متوتر بكتب انا متوتر، انا قلقان، فاهم؟ اكتب انا حاسس بايه في الوقت ده او انا عايز ابقى ايه. بعد كده بكتب بعدها انا نفسي اعمل 1 2 3 او انا نفسي في 1 2 3. لازم الكتابه هتريحك كتير، الكتابه هتفضي جزء كبير قوي من الضغط اللي موجود جوه مخك. فكنت دايما بمسك كشكول وبكتب فيه كل اللي انا حاسس بيه، بلاقي نفسي اهدى شويه، اريح شويه. وخصوصا ان انا لما بكتب انا نفسي اعمل كذا كذا كذا، ده بيرتب على ان انا خلاص انا حددت انا نفسي اعمل ايه، بقلل التشتت اللي موجود جوه دماغي. الكتابه دي حاجه مهمه، ولو انت من الناس اللي بتحبش الكتابه اصلا او بتزهق من الكتابه او مش من محبذين ان انت تمسك قلم وتقعد تكتب، ممكن تصور فيديو، تفتح الكاميرا وتقول كل حاجه وبرضه تبدا بجمله انا حاسس ب 1 2 3، انا نفسي في 1 2 3. ايا يكن بقى انت عايز تعمل ايه او انت نفسك او انت حاسس بايه في الوقت ده. ده هيساعدك كتير جدا ان انت تقلل التوتر، تفهم نفسك اكتر، كمان تريح نفسك. حتى لو الفيديو ده مش هتستفاد بيه ولا هتبص عليه بعد كده، بس هتفرق معاك جدا ان انت تكتب انت حاسس بايه او ان انت نفسك تعمل ايه. تاني حاجه بقوم اعمل اي حركه في الاوضه، رياضه يعني وكده، افضل اتنطط شويه، اجري في مكاني، اي حاجه، اي عبط من اللي بنعمله ده. بعد كده في الاخر غالبا بتنتهي ان انا بقف قدام المرايه اقول ايه الخرا ده، فبضحك فبهدى شويه، التوتر يهدى وابقى تمام التمام. تالت حاجه بشوف انا بحب اعمل ايه وبقوم اعمله على طول. زي مثلا ان انا واحد بحب ان انا اتمشى بالليل جدا لوحدي في هدوء، فبقوم مثلا لو احنا بالليل والدنيا تمام اروح نازل اخد تمشيه لطيفه جدا، وخصوصا لو بعد الفجر. دي بتوفر عليا حاجات كتير جدا وبترفع عن نفسي وبتهدي من توتري وقلقي. بالعكس ده بتخليني عندي دافع وشغف ان انا اقدر استمر في حاجات كتير وانفذ كل الحاجات اللي انا مش قادر انفذها وراكنها بقالي فتره طويله. رابع حاجه بقى ان انت تستمتع بالحياه، لان الحياه جميله ووردي ولونها بامبي لا بهزر، هي ولا جميله ولا حاجه. رابع حاجه ان انت تقوم تعمل سبسكرايب ولايك للقناه، يعني وفر على نفسك بدل ما افضل اقول لك كده في الاخر. وبص بقى، رابعا بجد ان انت تفكر وتشوف ايه الانجازات الحلوه اللي انت عملتها في حياتك واللي انت بتفتخر بيها، حتى ولو ان انت مثلا بتعرف تعمل شاي كويس فقوم اعمل لنفسك شاي. اي حاجه، اي انجاز انت بتفرح بيه، امسك الكشكول، نفس الكشكول اللي انت كنت كاتب فيه انا نفسي في 1 2 3، واكتب انا بحب فيا 1 2 3. الموضوع ده برضو بيحفزني وحسسني ان انا لا، انا اقدر انجز وبعمل حاجات كتير حلوه وكويسه وانا شغال، يعني الدنيا تمام معايا. خامسا بقى، ودي انا شايفها اهم حاجه هتقدر تساعدك وتوفر عليك قلق كتير قوي وتوتر كتير قوي انت ممكن تمر بيه، اهرب من دماغك والافكار السلبيه اللي بتمر بيها. تبقى عارف ان كل الافكار اللي بتجيلك بتسبب لك التوتر والقلق ده ما هي الا افكار سلبيه بتجيلك من شيطان علشان يوقفك عن انجاز اي حاجه او تقدم اي حاجه في حياتك. فيعني قلل من الافكار السلبيه وحاول تهرب منها. هي كده كده كلها افكار سلبيه ملهاش اي 30 لازمه. زي مثلا ان انت تقعد تقول هو انا لو ما عملتش كذا هيحصل كذا، يا لهوي ده انا لو عملت كذا ممكن يحصل كذا، ده انا لو قلت لفلان كذا هيفتكر ان انا بعمل كذا.
خلي بالك انا واحد مريت بالموضوع ده 100,000 مره، وتقريبا هي دي كانت عقدتي في الحياه. اي خطوه باخدها في حياتي لازم يجي لي قبلها شويه افكار كده توقفني عنها، وغالبا كلنا كده يعني. بعد ما اتكلمت مع كذا حد لقيت ان كلنا كده، كلنا قبل ما بناخد اي خطوه في حياتنا بنقعد نفكر كتير قوي في كل الحاجات السلبيه والوحشه اللي ممكن تعدي بينا. بس معلش انت لازم تبدل الافكار السلبيه دي بافكار زي مثلا حاجه ان طب ما لو حصل كذا طز، ما طز يعني، ما طز فعلا. اصل ايه اقصى حاجه ممكن تحصل؟ ان اموت؟ ان الحاجه دي ما تحصلش؟ طب ما تحصلش. اصل انت ايه في حياتك ما خسرتوش علشان تخاف هتخسر بعد كده ولا لا؟ ما انت خسرت كتير، فايه يعني ما تخسر تاني؟ فاهم؟ نفضل نخسر فنخسر فنخسر فنخسر، لا ما تستناش، فهنخسر في الاخر بقى هنخسر تاني وممكن ننجح. فحاول على قد ما تقدر تبقى عارف ان دي كلها افكار سلبيه، استبدلها بطز. في دكتور نفسي متخصص في موضوع الانكزايتي ده اسمه جيتسين بروير، بيقولك ان علاج التوتر دايما بيبدا من انك تعرف ان الافكار اللي موجوده في دماغك دي مش افكارك، ولا لها اي 30 لازمه، ولا لها اي صله بالموضوع ولا بالواقع. وبرده من الحاجات اللي انت تقدر تبدل الافكار السلبيه بيها، الا بذكر الله تطمئن القلوب. بقيت دايما لما بحس ان انا متوتر او قلقان او خايف بلاقي نفسي بردد تلقائيا ذكر اي حاجه تيجي في بالي، وفي الغالب بيبقى الذكر بتاع سيدنا يونس لما كان بيقوله في بطن الحوت: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ده بكرره كتير، ولقيت نفسي في اي يعني مع الوقت بقيت بكرر الجملة بسبب او بدون سبب، متوتر او مش متوتر، قاعد عادي بكرره. صدقني هيفرق معاك جدا في حياتك، وهيديك على الاقل يعني هيديك طمأنينة كده، ويخلصك من مش من التوتر بس، هيخلصك من اي مشكلة انت ممكن تقابلها في حياتك او تعدي بيها، وهيخلصك من الشيطان. بص، اخر حاجه بقى والمعلومه الغريبه اللي انا لما قريتها لقيت ان ازاي او احنا كنا مقللين من موضوع التوتر ده، ان اغلب المرضى العقليين، المرض العقلي بقى مش النفسي اللي هو الاكتئاب القلق التوتر، اغلب المرضى العقليين بيبقى بدايتهم كان عباره عن ايه؟ ان هو بيتوتر كتير، بيقلق كتير. فخلي بالك على نفسك علشان احنا داخلين على ايام حلوه. وبس كده قلبي، خلاص تسلم.